بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر. اليوم رح نسوي وصفة أصابع زينب. وصفة حلويات، من الحلويات العربية اللي بنحبها كتير. وبرضه ممكن تكون من الحلويات الرمضانية. كتير ناس بتحبها. رح نسويها بخطوات بسيطة وبطريقة سهلة والنتائج كتير ممتازة. نفس النتائج اللي بتشوفوها من المحلات الحلويات أو المخابز. فضلا وليس أمرا تدعموا الفيديو بقدر المستطاع. رح نبلش بالخطوات على طول. بالبداية رح نسوي القطر. أنا عندي هون 3 أكواب سكر بالكوب المعياري. رح نحط عليهم كوبين مي ورح نحركهم ونحطهم على النار لحتى ما يغلوا، ونوطي الغاز عليهم ونحط عليهم قطعة ليمون أو عصرة ليمون، معلقة صغيرة يعني، ونخليهم يغلوا من 7 ل 8 دقائق. ودائما القطر لما تعملوه حاولوا يعني عندما يغلي أو يبلش يغلي وتوطوا الغاز تمسحوا أطراف الطنجرة أو الصاص بان اللي بتعملوا فيها من الداخل مثلا بمحارم مطبخ تبلوهم منيح وتمسحوا الأطراف داير ما يدور علشان ما يسكر معاكم القطر. هاي من الخطوات. أو بتغطوه بس لما تشيلوا الغطا حاولوا إنه ما ينقط من المية تبعت البخار جوا القطر. لعجينة الأصابع زينب حطيت 4 أكواب طحين، كوب سميد ناعم، مش خشن، ناعم لأنه السميد الخشن بيحبب هيك ببين حبيبات سميد، نص ملعقة خميرة صغيرة، معلقتين سكر كبار، ورشة ملح أو ربع معلقة صغيرة ملح. رح نخلطهم. بهاي الأثناء لازم نضيف معلقة كبيرة أو معلقة ونص كبار ينسون ناعم. أنا سويتها هاي المرة بدون ينسون، بس المفروض هي تتسوى بينسون، وبصراحة حبيت أجربها بدون، بس بصراحة مع ينسون أطيب. هي بتعطيها النكهة الأصابع زينب الأصلية. وراح نحط الزيت النباتي، كوب زيت نباتي كامل، بإمكانكم تخلطوه بسمنة إذا بتحبوا. أنا حطيت كوب كامل زيت نباتي، طبعا كلها بالكوب المعياري. وراح نفركهم مع بعض زي كيف نبس السميد والطحين مع بعض بس. وبعدين لما يتخلل الزيت كل حبات الطحين والسميد راح نضيف المي الدافية. زي ما انتم شايفين راح نفركها كويس بايدينا. اللي بيحبش يسوي كمية كبيرة بامكانكم طبعا تسووا نصف المقدار. طبعا هو شفتوا ما شاء الله الصحن يعني كمية منيحة طلعت، يعني فيها بركة. بامكانكم تسووا نصف المقدار اذا حابين تعملوا تجربة صغيرة، او اذا بدكم تدبلوا الكمية اكيد طبعا بامكانكم تعملوا ضبل الكمية اللي سويناها. هاي الكمية أنا شفتها مناسبة صراحة، ويعني بتعمل عدد كويس من حبات أصابع زينب. هلا أنا بعد ما فركتهم راح أضيف المي الدافية. راح تاخد معاي كوبين مي دافية. بإمكانكم تضيفوا المي بالتدريج، تعجنوها وتضيفوها بالتدريج. أنا ضفتها بالتدريج زي ما شفتوا. ممكن يعني تاخد معاكي مثلا كوبين إلا شوي صغيرة، بس هي أخذت معاي حتكون العجينة طرية معاكي وراح نخليها ترتاح، فحتبين معاكي يعني إنها يعني كويسة ولا بدها مي أنقص ولا كيف. فأنا أخذت معاي يعني بينت معاكم هون طرية، بس هي كانت قوامها ممتاز. طبعا في ناس بإمكانكم تغلوا حب ينسون وتعجنوها بحب اليانسون، بس أنا بحس إنه الطعم راح يكون كتير مركز. اليانسون البودرة نفسها يعني إنك تستخدميها بضل إنه يعني بيعطي لون حلو ونكهة حلوة، وبتوقع إنه يكون كافي كتير. زي ما انتم شايفين هون أنا عجنتها بالتدريج، حطيت المي بدي إضافتها بالتدريج وعجنتها، وراح أخليها ترتاح نصف ساعة. طبعا تريح العجينة من الشغلات اللي راح تخلي العجينة معاكي ناجحة، فالأفضل إنك تريحيها لو نص ساعة أو تلت ساعة على الأقل. راح نغطيها، نحطها في صحن ونغطيها بنايلون ونخليها ترتاح من تلت ساعة لنص ساعة يعني. وبعدين إن شاء الله راح نسوي كل الحبات، وبعدين بعد ما نخلص في الكمية كاملة نبلش نقلي فيها. هاي برضو من الشغلات اللي بتخليكي برضو تخليها يعني ترتاح مرة تانية معاكي بشكل كافي ونكليها على طول وتعطيكي نتائج حلوة. زي ما انتم شايفين هون أنا غطيتها وتركتها ترتاح. برضو من الشغلات اللي بتخلي عندك أصابع زينب تنجح، القطر عندك لازم يكون بارد على الآخر. يعني انت سويه قبل بوقت وحطيه على جنب خليه يبرد منيح.
هلا هون أنا العجينة بعد ما ارتاحت راح أقطعها كلها لقطع صغيرة، بس مش على شكل دوائر. راح تشوفوا معي كيف حتكون شكلها. راح أسويها زي شكل كيف حبات الكفتة بنعملها، مطاولة، علشان لما أنت تعملي لها رول على المصفاية أو على الإشي اللي بدك تستخدميه عشان تشكليها، تكون معاكي سهلة للتشكيل، يعني بشكل سهل جدا إنك تعمليها، يعني ما حتاخد وقت منك أبدا. هلا بالنسبة لتشكيل الحبات بإمكانكم تستخدموا مصفاية، بإمكانكم تستخدموا المغرفة اللي عليها ثقوب زي اللي أنا استخدمتها هلا حتشوفوها. بإمكانكم تستخدموا أي شيء عندكم فيه خطوط أو ثقوب يعطيكم الشكل اللي أنتم بتحبوه. طبعا حلو الحبة تكون طويلة، عشان هيك أنا سويتها مطاولة. شوفوا أنا لما أحطها بضغط عليها بأصابعي وبتلف معي على طول، ما يعني ما في داعي أنت تلفيها بإيديكي، أنت بس بتحطي الحبة وبتلفيها على طول، تعطيك الشكل اللي بدك إياه، وبتكون شكلها حبات طويلة زي الأصابع فعلا. فهي طريقة تشكيلها سهل جدا. راح أخلص أنا الكمية كاملة، أصفها في الصينية، وبعدين راح أبلش أقلي فيها كلها مع بعض. يعني هحط الزيت على النار وأبلش أكليها، بس راح تكون طبعا يعني شيء مهم بالنسبة للزيت، راح يكون الزيت حامي بس مش بشكل حامي كثير. راح نحطه على النار، تكون النار فوق المتوسط بشوي، يعني مش حامي على الآخر، وما تكون يعني الزيت محمى على الأخير لما تحطي الحبات فيها. يعني حيكون حامي بس فوق الوسط بشوي. زي ما انتم شايفين يعني اخذت كمية كبيرة ما شاء الله الكلاية. راح اخليها شوي دقيقة، بعدين ابلش احرك فيهم، يعني ما احركهم على طول، حطيهم شوي دوب دقيقة نص دقيقة، بعدين بلشي حركي فيهم زي هيك. ولازم يكون طبعا الزيت مغطيهم من فوق ومن تحت. وراح نقلبهم او نضغط عليهم بهاي المغرفة أو السباتشولا اللي شايفينها لتحت شوي، عشان يكون الزيت كله على داير ما يدور الحبة. وراح نقلبهم قدر الإمكان اللي ياخدوا نفس اللون من كل الجهات. أول ما أشوف لونهم صار ذهبي أو على بني، يعني هخليهم شوي أنا أغمق بهيك بشوية، وبعدين أشيلهم وأحطهم بمصفاية عشان يتصفى الزيت منهم. بعدين هحطهم على طول بالقطر البارد. ضروري جدا عفوا القطر يكون جدا بارد، ما يكون في حتى دفى، يعني يكون مبرد مش في الثلاجة. أنا يعني حطيته برا، بس سويته قبل بوقت وخليته يبرد منيح. أنا هنا بلشت بالطرحة الثانية، بلشت فيها أكل أو الوجبة الثانية من الأصابع زينب. زي ما انتم شايفين ما شاء الله بتاخد كمية منيحة، ما تخافوا، يعني ما حتاخد منكم وقت حتى في قليها، يعني سهلة جدا. هون أنا على طول حطيتهم بعد ما صفيتهم من الزيت 5 دقائق تقريبا، حطيتهم بالقطر البارد وخليتهم بالقطر تقريبا من 8 ل 10 دقائق، وضليتني أقلبهم كل شوي علشان يعطي يعني تمتص الحبات القطر منيح. يعني بدك إياها تكون تمتص القطر من جوا، مش بس من برا. فخليتها أنا شوي بالقطر وبعدين شلتها وحطيتها بصحن. وزي ما انتم شايفين هذا هو الشكل النهائي إلها. كتير طلعت طيبة، وقوامها من جوا جدا زاكي وطيب نفس شغل المحلات، والقطر كله فايت جوا الحبات من جوا. جدا سهلة وسريعة، ما أخذت وقت مني، وطيبة كتير. بتمنى تجربوها وتحكوا لي رأيكم بالكومنتات إذا جربتوها. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دعم الفيديو، وصحتين وألف عافية، وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بوصفات سمر.